برج بوعريريج على فاجعة تمثلت في هلاك 7 أفراد من عائلة واحدة، وهي عائلة بن جدو، على إثر محاولتهم لتنظيف البئر المتواجدة بمستودع المنزل، حيث تسببت الغازات المحترقة من المحرك في اختناق الشاب الأول الذي كان داخل البئر للتنظيف، ليلقى البقية حتفهم الواحد تلو الآخر في محاولتهم لإنقاذ أفراد عائلتهم. هادو طاحوا 3 باش ينقيو البير. هذا البير من 70 ما تنقى، على جل المياه ما كانش ناقصه، يسمى في 15 يوم بالك يجينا 5 لترات 10 لترات للواحد. طاحوا 3 الاولين، ومن بعد اللي يسمع اللي يجي يزيد يطيح، على بالك ليه الموتور طفى لتحت، ومن بعد ولا الغاز هذاك. ولحقت الحمايه المدنيه، يعني نشكرهم على كل حال، لحقوا قاموا بالواجب تاعهم. هذا البئر عباره عن حوالي العلو تاعه حوالي 20 متر، فيه حوالي 7 امتار ماء. مباشره بعد وصول الاسعافات لعين المكان قامت الوحده الثانويه بعمليه التدخل بوسائل الحبال والسلاليم، وكذلك بواسطه الاجهزه التنفس المنعزله، وهذا لوجود دخان كثيف محروق داخل غازات محروقه داخل البئر. يرحمه والناس يدعوا لهم بالرحمه والصبر وخلاص.